لم يتهاون أبناء قرية بسكرية التابعة لبلدية أغرب في الحفاظ على بيت عائلة البطل والشهيد ديدوش مراد الملقب بسي عبد القادر، حيث كان يزور باستمرار منزل والديه اللذان انتقلا للعيش في الجزائر العاصمة قبل ولادته سنة 1927. زخم ديدوش مراد إذا خامن ديدوش مراد ميس دروسي يموت مازال راونك ماس يون 92 سنة يموت ديدو شكلي كيس قارن ياك ديدو شكلي ومن بعد لوك مسافر مازال ثلاثة 82 سنة إلى عمر في شوية ديدوش سعيد أمي وقت خامن ديدوش مراد حارنا الناس طاري سقارنا خامن ديدوش مراد في رحمة ربي نندي يعني ذا سبورتيف نندي تصدر قالت مورتي حمرتها مورتي اللحوها كاكيا يتسد ذاكرو ذا مشطوح يعني يدي تسدو ذي مولاني سيمي يتساسن. كما يعد بيت والدي الشهيد ديدوش مراد مكان التقاء واجتماع المجاهدين مع زعماء الثورة كالعقيد عميروش، كريم بالقاسم، سي محمد الحاج وغيرهم. يتسدمر سي محمد الحاج اثني رحمه ربك قاعد يموت انا قاعد لندي انت سي عميروش كريم بالقاسم خير الله يبارك محمد سعيد عندنا كان ميسيا خير الله يبارك. أصقا عندي السؤال نتاع دقيق زول بابا سنديدوش مراد تدرت يديد جن العلماء يديد جن المجاهدين نكون صدقا هاكي ذاكي تدرت مادا بينو كان نخدم المتحف بابا سنديدوش مراد. هذا وتبقى قرية إبسكريا من بين قرى الجزائر التي أنجبت رجالا ضحوا بالنفس والنفيس من أجل الحرية والعيش الكريم.